تخيلوا هذا المشهد: العاصمة الفرنسية باريس، الأضواء تملأ القاعة، أنظار الملايين متجهة إلى المسرح، مقدم الحفل يفتح الظرف، يبتسم، ثم يعلن: الفائز بالكرة الذهبية لعام 2025 هو أشرف حكيمي. قد يبدو هذا المشهد ضربا من الخيال أو مجرد حلم بعيد المنال، لكن في الواقع ما فعله أشرف حكيمي هذا الموسم جعل هذا الحلم أقرب من أي وقت مضى. نعم، نحن نتحدث عن ظهير أيمن، وليس عن مهاجم يسجل كل أسبوع، ولا عن صانع ألعاب يتصدر العناوين، بل عن لاعب جمع بين الدفاع والهجوم، بين الصلابة والمهارة، بين الذكاء التكتيكي واللمسة الفنية، ليقدم موسما لا ينسى بكل المقاييس. أشرف حكيمي، النجم المغربي، قدم واحدا من أعظم المواسم التي قد يشهدها لاعب في مركزه، حيث سجل 11 هدفا، وقدم 15 تمريرة حاسمة، وساهم بشكل مباشر في تتويج باريس سان جيرمان ببطولات كبرى: دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي، الدوري الفرنسي، كأس فرنسا. لكن ليست الأرقام وحدها من تتحدث، بل الأداء في اللحظات الحاسمة. أهدافه كانت حاسمة في مباريات الإقصاء، تمريراته كانت الفارق في اللحظات الكبيرة، وروحه القتالية صنعت الفارق في كل مواجهة. الصحافة العالمية لم تتجاهل هذا الإنجاز. صحيفة ماركا الإسبانية كتبت: أشرف حكيمي كسر قواعد مركز الظهير، وأثبت أنه من بين الأفضل في العالم. مجلة ليكي الفرنسية وضعت صورته على الغلاف بعنوان: المرشح المفاجئ، هل ينكسر احتكار الهجوم؟ أما الإعلام الإيطالي فشبهه بالأسطورة باولو مالديني، لكن بنسخة هجومية حديثة. وماذا عن آراء أساطير اللعبة؟ كيليان مبابي صرح: لو كان اسمه مختلفا وجنسيته أوروبية، لكان قد فاز بالكرة الذهبية بالفعل. تييري هنري قال: أشرف هو أفضل ظهير في العالم، ولا أحد يقترب من مستواه حاليا. كافو أسطورة البرازيل قالها ببساطة: حكيمي يجسد ما كنت أحاول فعله، لكنه أخطر وأكثر تأثيرا. حتى رونالدينيو قال: أحب طريقة لعبه، يلعب بعفوية وذكاء، ويمنحك المتعة كلما لمس الكرة. إذن، ما الذي يمنعه من التتويج؟ البعض يقول: هو مدافع، وكأن الدفاع أصبح عيبا. لكن من قال إن الجمال في الكرة يقاس بالأهداف فقط؟ من قال إن التضحية في الملعب لا تستحق التقدير؟ إذا كانت الكرة الذهبية جائزة تمنح للأفضل، فهل هناك من قدم أفضل من حكيمي هذا الموسم؟ منذ عام 2006 لم يفز أي مدافع بالكرة الذهبية، وكان ذلك مع فابيو كانافارو. فهل حان الوقت لكسر هذه القاعدة؟ هل آن الأوان لتتويج لاعب عربي، مغربي، مسلم، وأيضا ظهير أيمن؟ تخيلوا حجم الرسالة، تخيلوا الفرحة، تخيلوا الأثر الذي سيتركه حكيمي في قلوب الشباب العربي والعالمي. أشرف حكيمي لا يطلب الجائزة، بل يفرض نفسه من خلال العمل والنتائج. فهل تنصفه الكرة الذهبية هذا العام؟ أم أن التحيز للمهاجمين سيستمر إلى الأبد؟ القرار في يد لجنة التصويت، ولكن الصوت الأقوى هو صوتكم. اكتبوا في التعليقات: هل يستحق أشرف حكيمي الكرة الذهبية؟ ولا تنسوا مشاركة الفيديو مع كل من يعشق كرة القدم الحقيقية.